أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الأمسية المباركة لنقدم تحية احترام وعرفان لباقة كريمة من زملائنا الذين سبقونا إلى دار الخلود. نتأسى لفراقهم، نتذكر مآثرهم، نقتفي آثارهم، ونعاهدهم على الاستمرار في نهجهم الخير. خير ما نستهل به أمسيتنا تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا سماحة الشيخ زاهد إسحاق، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. على التوفيق وعلى أرواح من سبقنا الفاتح. والآن نستمع وإياكم إلى كلمة العين خير الدين هاكون رئيس المجلس، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم رئيس وأعضاء مجلس العشائر الشركسي الأردني نشكركم على تفضلكم وتلبيتكم الدعوة والحضور ومشاركتنا هذا التكريم والوفاء
لإخوتنا المكرمين عليهم رحمة الله وأسكنهم الباري جلت قدرته فسيح جنانه. الحضور الكريم، في عام 1971 ولأن المجتمع الشركسي الأردني جزء لا يتجزأ من فسيفساء الشعب الأردني، وحتى يتمكن من حل القضايا العشائرية حسب الأعراف المتبعة ويكون التعامل مع الأمر بمؤسسية ومنظمة وسعيا من الآباء والأجداد للتقيد بالعادات الأصيلة والتقاليد العشائرية المتوارثة جيلا بعد جيل، تم تشكيل أول لجنة عشائرية في الجمعية الخيرية الشركسية، والتي تكونت من ذوي الاختصاص والمعرفة بشؤون العشائر. ومنذ ذلك التاريخ استمرت هذه اللجنة كنواة إلى أن توسعت وكون المجلس العشائري الشركسي الأردني. الأخوة والأخوات الأكارم، نلتقي في هذا المساء الخير لنكرم ونستذكر نخبة من إخوة أعزاء نجتمع وفاء لأجلهم، رجالات يشهد لهم القاصي والداني بالعطاء والشمول، سطروا أرفع المعاني السامية في سجلات القومية والدولة الأردنية، انتماء وولاء وحبا ووفاء للأردن وأهله وقيادته. عرفتهم عن قرب منذ زمن بعيد، وقبل أن نتشارك في تحمل المسؤولية في المجلس العشائري، وعرفت فيهم حسن وطيب المعشر والعصامية الحقة ودماثة الأخلاق وعزة النفس، أصحاب رؤية ووطنية وقومية، يجمعون ولا يفرقون، حريصون على أهلهم وعشائرهم، ينصرون الضعيف ويتواضعون للكبير، ويعطفون على الصغير، ينصرون المظلوم. قامات شركسية رفيعة المستوى، أصحاب مواقف إنسانية ووطنية وقومية في مختلف ميادين العمل العشائري والاجتماعي. بصماتهم واضحة وأساسية في بناء هذا البلد الطيب ومؤسساته الوطنية، مدنيا كانت أم عسكرية أو أمنية. مثل الأردن خير تمثيل إقليميا ودوليا. عرفت مواقفهم الرجولية في ظروف الوطن الصعبة التي كان الوطن بأمس الحاجة فيها إلى رجال مثلهم، مخلصين داعمين فيها دون تردد، وكانوا رجال المواقف الميدانية التي جعلت هذا الوطن واحة أمن وأمان. عاشوا أحرارا وماتوا أحرارا، عايشوا أحداث كبيرة عبر تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، قيادات وطنية رمزا للأردن وللقومية، عشقوا الأرض وأهلها، ساروا ضمن خطين متوازيين، خدموا الأردن وضحوا من أجله، وأداموا الاتصال مع الأهل في القفقاس ودول الشتات بكل السبل والطرق، ولم يدخروا جهدا في سبيل تحقيق ذلك. رافقت بعضهم وشهدت منهم مواقف عدة أثبتوا خلالها وطنيتهم وقوميتهم وعشقهم لأرض الوطن والأجداد، أصحاب فزعة لجميع أبناء قوميتهم الشركسية على اختلاف أماكن وجودهم، مجففين منابع كل خلاف قد يحدث هنا أو هناك، مستبدلين الخصام بالوئام والخلاف بالوفاق. السيدات والسادة الحضور الكرام، من نجتمع بسببهم اليوم قد فارقونا بأجسادهم، لكن لم يفارقونا بأرواحهم، ومواقفهم المشرفة قدموا ولم يبخلوا، وكانوا سببا في السمعة والصفات الطيبة التي نتنعم نحن بها وبصداها كشراكسة اليوم، من إخلاص وأمانة وصدق ورجولة ووفاء. أسأل الله العلي القدير أن يرحمهم رحمة واسعة
وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن تكون جهودهم الصادقة في ميزان حسناتهم ورفعا لهم في درجاتهم، وأن يعيننا ويمكننا جميعا من أن نسير على خطاهم، وأن نستمر في تكريم كل من قدم لأمته وأهله ووطنه، ليكون دافعا لكل أبناء وبنات المجتمع لبذل الجهد والعطاء وقضاء الحوائج، وقدوة حسنة في التراحم والتماسك والقوة والتعاون، ونبذ كل ما قد يسبب الفرقة والضعف، لنبقى محافظين على ما ورثناه من السلف الصالح من صفات حميدة، مقتدين بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وبقوله صلى الله عليه وسلم في باب أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، وعنا فيه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. والشكر مجددا لكم يا من لبيتم الدعوة بحضوركم، جزاكم الله عنا وعنهم خير الجزاء، وأمدكم بموفور الصحة والعافية. ونتقدم كمجلس عشائري بالشكر الجزيل لمؤسساتنا الشركسية التي ساهمت في إنجاح لقائنا هذا وقدمت الدعم، وكذلك نخص بالشكر السادة الذين عملوا مع لجنة العلاقات العامة في المجلس العشائري، وأخص الدكتور مصطفى نغد والسيد جندار خمش ونادي المتطوعين في الجمعية الخيرية الشركسية المركز، والمهندس مؤيد حجباس وشباب فرقة نادي الجيل الجديد، والدكتور واصل حجباس والسيد سعيد بزوقة من مؤسسة كوبان قناة ناب. كما نشكر لجنة العلاقات العامة في المجلس العشائري على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذا اللقاء. حمى الله الأردن ليبقى صخرة قوية تتكسر عليها الأمواج العاتية، لينعم الشعب الأردني بنعمة الأمن والأمان بقيادة قائدنا المبدع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهم سندا وذخرا للأمتين الإسلامية والعربية، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للباشا خير الدين. حان الآن موعد كلمة عطوفة السيد محمد حلمي بزوق نيابة عن ورثة المتوفين، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، كأشجار الزان الباسقات على هضاب القفقاس تورثون الظل في الأيام الحارقات. أيها الفضليات، نجوما في السماء تضحن الليالي الحالكات. أيها الأبناء، ثمرة الفؤاد وأعظم النعمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف اليوم أمامكم لأتحدث عن الصفوة من الرجال عانقوا عنان السماء بأرواحهم الطاهرة، ترجلوا عن صهوة الحياة ورؤوسهم تضاهي جبال القفقاس ارتفاعا، غادروا بقلوب حملوها في ثناياهم
كانت تتسع لكل الشراكسة على وجه البسيطة. حافظوا على العهد وجاهدوا على أن يحافظوا على من يأتي من بعدهم. كانت كل جلهم وصغيرهم يصب في المحافظة على الأدقية حية نقية لا تشوبها الشوائب أو تغيرها الظروف والأحوال. اليوم نستظل بإرثهم في هذا المكان، ولا أخالني وجانب الصواب أنهم وهم ينظرون إلينا يقولون: حافظوا على أنفسكم من التيه والضياع، وابقوا على الدوام متذكرين شركسيتكم الأصيلة وأصلكم الذي تغنى به التاريخ، لا تضيعوا في غياهب الحياة. الأخوة الحضور الكرام، لقد شرفني إخوة لي ولست بأفضلهم، وكلهم طامات أقف أمام كل واحد منكم حاني الرأس احتراما لأتحدث بالنيابة عنهم في حفل تأبين آبائنا الذين عملوا في المجلس الشركسي الأردني رحمهم الله. قد أكون ممن حققت أمانيه بأن كان لي شرف الاستماع لهم في العديد من المناسبات أو اللقاءات لأستذكر منهم. إن كنت شركسيا حقا فأنت في المقدمة دائما. كل من ليس من صلبي فهو أخي وهي أختي. نحن قوم أعزنا الله باثنتين: الإسلام وعاداتنا الشركسية. البلان تشتعل بسرعة وتنطفئ بسرعة. لا تفكر من جيبك بل فكر من عقلك وقلبك. هذا غير من فيض. ولكن ألا تتفقون معي أن هذه الجمل البسيطة هي نهج حياة كاملة أقل ما يمكننا أن نعمل بها؟ هم لا يريدون منا إلا الدعاء بالرحمة، ولكن نحن في هذا الزمان أحوج ما نكون لنواجه التشرذم والانقسام والفتن والإشاعات. كانوا يختلفون في الرأي ولكنهم لم يتباغضوا. لا أملك سوى الكلمات فلتكن هديتنا إليكم. يا من غرستم حب الله ورسختم عقيدة التوحيد في أعماقنا، كنتم معلمين في الأخلاق ومرجعا في النصح والإرشاد. نصائحكم أنارت حياتنا، وابتسامتكم يطفئ الخوف والألم، وبياض قلوبكم بدر في سماء نفوسنا. علمتمونا معنى الحياة وأمسكتم بأيدينا في دروبها، وكنتم في أشد لحظات الحزن تتحملون ما لا يمكن أن نتحمل. تمضي الأيام وتبقى لحظة الفراق هاجسا مريرا تدق ناقوس الحياة. فبالأمس وقبل أن تنطفئ فناديل الأمل في سماء حياتنا كنا بقربكم لا نتذوق غير الرحيق. كنتم لنا نعمة الوجود، ومن تذوق مرارة موت الأب ومن استطعم الطعم اليتم لن يعرف أي طعم. تواريتم تحت الثرى ونحن نجوب خضم الحياة القاسية في زمن حب الذات. فما عزاؤنا وكيف تندمل جراحات اليتيم، ولكنه قضاء الله. وقد علمتمونا أن الشموخ عند الشدة والصمود في وجه المحن. علمتمونا ألا نبوح وأن نطلب العون من الله. الأجساد تبلى والخلود لأرواح من ربى فينا بذرة الإيمان. قد جاورتم ربنا شاكرين، جزاكم من غوض وجنان. رحلتم وكانت الدنيا عندكم حطام زائل فان. لم يمض يوما لكم دون معروف أوليتموه لإنسان. كأنما الإصلاح عندكم سادس الصلوات أو ركن من الأركان.
ومهما وصفتكم فلن أستطيع أن أكمل، ليس تهاونا ولكن لشيء أعمق من ذلك. اللهم ارحمهم وسدد على طريق الخير خطانا، وأعنا على إكمال المسيرة في المحافظة على أنفسنا وأبنائنا من التشرد والضياع. وفي الختام نتقدم من الإجلاء رئيس وأعضاء المجلس العشائري الشيخ القديم بالشكر والتزيين على هذا الحفل، ضارعين للمولى عز وجل أن يحفظكم ويمدكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا الأردن عزيزا قويا في ظل صاحب الجلالة عبد الله الثاني بن الحسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ محمد. أيها الحضور الكريم، حان الآن موعد تقديم الدروع التذكارية لورثة المكتفى به، وقد ابتدأ المجلس أن يكون ترتيب التقديم حسب تاريخ الوفاة، وسيتفضل سعادة رئيس المجلس بتسليم الدروع. درع المرحوم الأستاذ هاشم طلستان يتسلمه السيد هاشم نبوة. هاشم طلستان حكيم المجلس، يقضي معظم دقائق الجلسة مغمضا عينيه. كنا في البداية نظنه نائما، لكنه كان يفتح عينيه عند نهاية الجلسة ويبدأ بإطلاق ملاحظاته وانتقاداته حول ما قاله كل منا، ليضيف رأيه في النهاية، فيزيد كلامه قاطعا لا يحتمل التأويل. درع المرحوم الأستاذ منصور قدم يتسلمه ابنه سيد أحمد. منصور قدم شخصية مرحة، يحب أن يثير القضايا الخلافية بأسلوب مهذب، يحب الأطفال ويتحمل شغبهم، يشجعهم على قراءة القرآن الكريم، يعمل لهم مسابقات مقابل جوائز، خفيف الدم، لديه روح نكتة راقية. درع المرحوم الدكتور روحي شحالتوت يتسلمه ابنه سيد محمد. الدكتور روحي شحالتوت مثقف سياسيا بعمق، يحب النقاشات الجادة، جريء في طرح آرائه، تحول إلى المعارضة برغم نشأته العسكرية، وتبنى مواقف تقدمية شجاعة ومتطورة. درع المرحوم معالي المهندس منير صوبر يتسلمه ابنه السيد النور. منير صوبر هو البحر المحيط بكرمه الكبير، لم يكن أحد يعرف عدد الأشخاص
الذين يحضرون إلى مكتبه شهريا لتلقي المساعدات. لم تعرف يساره ما تقدمه يمينه. يساعد كل من يحتاج المساعدة في الخروج من أزمة أو إيجاد عمل. قدم للشراكسة المهاجرين من سوريا مساعدات ضخمة، وقوى الاتصالات مع القفقاز بما يخدم شراكسة الأردن. درع المرحوم العميد عمران خمش يتسلمه ابنه السيد ساجد. عمران أمين سريع البديهة، متعمق في العلوم العسكرية المتقدمة، مرح، يحسن إدارة الأحاديث، حاضر النكتة. جاورته 20 عاما لم أختلف خلالها معه بكلمة واحدة. درع المرحوم الأستاذ موسى جنب يتسلمه ابنه السيد شاذ. موسى جنب مؤرخ ونساب بلا منازع، يعرف جذور المئات من أبناء وبنات وادي السير وعمان ونعور وصويلة. يسجل وقائع جلسات المجلس ولا يبخل على أحد بأي معلومة. ظل بيته مفتوحا للزوار وطالبين معلومات. درع المرحوم الشيخ حلمي دودو يتسلمه ابنه العميد محمد. حلمي دودو شيخ عشائري بمعنى الكلمة، معروف في ناعور ومحيطها بقدرته على حل الخلافات وتقريب وجهات النظر. مقبول كوسيط وقاض لدى جميع وجهات المنطقة. درع المرحوم المهندس حسن فورما يتسلم ابنه السيد سامي. حسن فورما الأكثر تفانيا في خدمة قضايا الشراكسة، قدم إنجازات وأنشطة تتجاوز مهام المجلس. استخدم فرقة إسلامية الشهيرة من القفقاز حضر إحدى حفلاتها 11 أميرا وأميرة من الأسرة الملكية الهاشمية. نظم ل3 من أشهر رسامي الشراكسة في القفقاز معرضا رائعا في عمان. نظم العديد من ندوات التوعية للشباب. درع المرحوم الأستاذ سعيد حرطوقة يتسلمه ابنه السيد فريدون. سعيد حرطوقة شخصية دمثة، انخرط في العمل التطوعي الشركسي منذ نعومة أظفاره. لقبه زملاؤه الرياضيون بكابتن الكباتن لقدراته القيادية المتميزة. درع المرحوم الأستاذ أحمد حموقة يتسلمه ابنه السيد بسام. أحمد حموقة أطولنا عمرا في المجلس، كان يحضر معه كمية من الحلوى لكل جلسة يوزعها علينا بطريقة سرية مفتعلة
قرأ معظم مؤلفاته، كان يحضر ورقة مليئة بالكلمات والتعابير البليغة النادرة لأستعملها في أعمالي الأدبية. شكرا لإصغائكم. والآن شكرا للرئيس. والآن دعاء للشيخ زاهر إسحاق فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد فخر الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا اغفر لمن كان سببا في اجتماعنا هذا، آنسهم الله وعوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد اللهم في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم. اللهم يا ربنا احشرنا وإياهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات الفردوس يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق والرياء والشقاق وسوء الأخلاق، واجعلنا إخوة متحابين في جلالك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد المبارك بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم يا ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك يا ربنا لا تكلنا. اللهم آمين 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 آمين، والحمد لله رب العالمين. أرجو من الأخوة الممثلي المكرمين أن يتفضلوا إلى هنا حتى نلتقط صورة تذكارية مع السيد الرئيس. الحضور الكرام، هناك موقع للصلاة لمن أراد الصلاة، وأرجو من الجميع التفضل نحو الدخول لتناول الشاي والقهوة وبعض الحلوى. شكرا.